ما خلي ما يعجبك مسكنك داخل الروح. يا راعي بالجبل شويتك ممشوق القوى هجرني حبيبي هجرني مظلوم معك ظلمتني بحبك قد كان طبعك هنا وليش غيرته. أنغام يمانية. رحلة بحث فنية في حياة نجوم الأغنية اليمنية. الإعداد والتقديم خالد ناجي الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري. أحبتنا المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة والأولى من برنامجكم الأسبوعي أنغام يمانية. في هذا البرنامج أحبتنا المستمعين سنتحدث عن مسيرة عدد من الفنانين اليمنيين، وفي حلقة اليوم بإذن الله تعالى سنبدأها مع الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه. الفنان أبو بكر سالم بلفقيه ولد في العام 1939 وهو مغنٍ وملحن وشاعر وأديب من أصول حضرمية. حصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة. أجاد ألوان الغناء العربية المختلفة، فقد برز في الغناء الحضرمي الذي بدأ يمارسه منذ بدايته الفنية الأولى، بالإضافة إلى القصائد الفصيحة لأبي القاسم الشابي، وأيضا الحفلات الغنائية في مهرجانات الأغنية العربية المتعددة. وقد تغنى بأغانيه عدد من فناني الوطن العربي مثل وليد توفيق وراغب علامة، بالإضافة إلى فناني الخليج العربي مثل طلال مداح وعبد الله الرويشد، بالإضافة إلى كتابته وتلحينه لأغاني كبار فناني الوطن العربي مثل الراحلة وردة الجزائرية. كما أن لديه ديوانا شعريا يحتوي على القصائد التي كتبها طوال مشواره الفني والأدبي منذ دخوله عالم الفن والأدب عام 1956 للميلاد. توفي الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني في 10 من شهر ديسمبر من عام 2017 للميلاد. أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى إلى مجريات حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الفني الأسبوعي أنغام يمانية. الفنان أبو بكر سالم بلفقيه قدم الكثير من الفن الغنائي اليمني للأغنية الحضرمية بشكل خاص وللأغنية اليمنية بشكل عام. إن شاء الله سيكون محور حديثنا ولقائنا مع ضيفنا الكاتب والباحث في الشأن الثقافي اليمني الأستاذ عبد الحفيظ العمري. أستاذ عبد الحفيظ أرحب بك إلى هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ عبد الحفيظ. ونبدأ أولا موضوع الحديث عن الفنان أبو بكر سالم بلفقيه، يعني حديث ذو شجون كما يقال، وموضوعه كبير جدا وربما من الصعب أن نختصره في حلقة واحدة، لكن سنحاول أنا وأنت بإذن الله أن نفيد الأخوة المستمعين ونطلعهم على أبرز محطات الفنان أبو بكر سالم بلفقيه. بداية المولد والنشأة أو الصبا للفنان أبو بكر سالم بلفقيه. لا شك أننا كنا لا نعرف بأنه من مواليد محافظة حضرموت. هذه النقطة بتوضيح أكثر منك ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر سالم بلفقيه هذا الفنان اليمني الكبير هو من مواليد تريم حضرموت في 19 مارس 1939 كما ذكرتم في تقريركم. نعم. هذا الفنان من أسرة مشهورة، بيت بلفقيه من الأسرة المعروفة في حضرموت، أسرة علم وأدب وفن، كابر عن كابر. ولد الأستاذ الدكتور كما سمي بعد ذلك عندما كرم في تريم حضرموت.
وكان في صباه الصغير كان يؤذن في جامعة جوار البيت في بعمر 7 سنوات 5 سنوات. بعد ذلك بدأ بالإنشاد كما نعرف، كهي بداية أي فنان. لعل أم كلثوم واحدة من هؤلاء الذين بدأوا بالإنشاد. صحيح، كثير من الفنانين ربما كانت بدايتهم دينية بالأغاني والأناشيد الدينية. نعم. ثم تطور الأمر. نعم. ولا ننسى أن بيئة حضرموت بيئة متصوفة كما نعرف. صحيح. هناك أربطة علمية كثيرة خاصة في تريم يعني. في تريم نعم. وأبو بكر سالم كما يلوح في من الرشفات التي أنتجها في أواخر حياته تصوفه الواضح يعني. يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأعمال كما نعرف جميعا. نعم. لكن الموهبة الصوتية لدى أبو بكر هي التي جذبت إليه الآخرون، فجذب إلى عدن، ذهب إلى هناك. ذهب لكي يسجل أحد الأناشيد، لكن صوته المميز ألمح إليه أحد المخرجين بالصوت، ربما لا يحضرنا الاسم حاليا، لكن التقطه أحد المخرجين فقدم أول أغانيه التي كانت مسجلة، يعني غريب أنها مسجلة، يا ورد محلى جمالك بين الورود، وهو في عمر 17. نعم. وهي أغنية مشهورة على فكرة. نعم نعم. وهي من يعني من ألحان وكلمات وأداء أبو بكر في مقتبل العمر يعتبر يعني. يا ورد محلى جمالك بين الورود، يا ورد يا غصن محلى قوامك لما تنود، يا ورد محلى جمالك بين الورود، يا غصن محلى قوامك لما تنود. أنا قلبي عليك والهان، عقلي وراك حيران، قلبي عليك والهان، عقلي وراك حيران. الزين ذا كله ولا مرة تجود، يا ورد يا ورد يا ورد محلى جمالك بين الورود. ثم انتقل بعد ذلك من عدن، انتقل إلى بيروت في الخمسينات، وصار صداه كبير. لعل أشهر أغنية ظهرت في تلك الفترة أغنية يا دوب مرت علي. هذه الأغنية التي اكتسحت الإنتاج فيها حتى أنه حصل على جائزة الأسطوانة الذهبية عن عدد الأسطوانات التي أنتجت مناصفة مع الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. مرت علي 24 ساعة يا دوب، مرت علي 24 ساعة، ضاع الهوى يا خسارة، ضاع كل التياع التياع كل التياع. ليش ليش يا دوب مرت علي 24 ساعة، يا دوب مرت علي 24 ساعة، ضاع الهوى يا خسارة، ضاع كل التياع. استمر في بيروت حتى بدأت الحرب الأهلية التي كانت في السبعينات اللبنانية، فانتقل إلى الخليج، إلى السعودية بالذات، وعاش هناك واستمر هناك فترة طويلة ممكن، واكتسب على الجنسية، وكان له إنتاج كبير من الأغاني اليمنية. لكن بالعودة إلى مدينة تريم، هذه المدينة الجميلة والرائعة، نعم. وربما الجانب الديني هو الغالب عليها والسائد فيها، بحكم كما أشرت حركة التصوف فيها أيضا. هل باعتقادك أستاذ عبد الحفيظ أنها أثرت على الإنتاج الفني للفنان أبو بكر سالم بالفقيه من خلال قوة اللغة التي كان يؤدي فيها أغانيه أو يكتب حتى فيها أبو بكر نعم، أبو بكر سالم بالفقيه في بداية حياته كان أستاذا لغة عربية. هذه ربما هذه معلومة يجهلها الكثير. نعم. يعني وهذا الذي ضبط الصوت لديه، وضبط خارج الحروف، وضبط هذه ناحية. وناحية ثانية
كان شريكه في الأداء الفني أو شريكه في صناعة الفن الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضر الذي غنى له أبو بكر أغلب الأغاني يعني. نعم. هذا الأمر جعل أبو بكر يتجه عندما اختلف مع الرجل في الثمانينات إلى كتابة الشعر. ولدى أبو بكر ديوان مطبوع اسمه شاعر قبل الطرب. في الديوان 37 قصيدة من كلمات أبو بكر سالم بالفقيه، ومن يعني وغناه هو وغناها الآخرون أيضا. في الأداء الفني لأبو بكر والإبداع اللغوي في هذا الديوان وفي نطقه وفي يعني لعب دور أن البيئة كانت بيئة لغوية صحيحة. طيب بالنسبة للانتقال إلى مدينة عدن، دائما نجد أن كثير من الفنانين يعني تكون بدايتهم في مناطقهم الضيقة والمحدودة، ثم بعد ذلك يحلمون بالانطلاق إلى مراكز الإشعاع الفني كالعاصمة صنعاء مثلا بالنسبة للفنان في المحافظات الشمالية، أو العاصمة الاقتصادية عدن. هذه الانتقالة من مدينة تريم إلى مدينة عدن يعني كيف تقيمها بالنسبة لمسيرة حياة الفنان أبو بكر يعني؟ طبيعي يعني لو ظل الرجل في تريم ما عرف. صحيح. يعني بالأخير أنا لا أقلل. وعدن هي مدينة منفتحة كانت لكن عدن كما نعرف مدينة يعني مدينة صعب الثقافات كاملة. بالفعل. بالفعل. صحيح. فكونه ينطلق إلى عدن وغنى على عدن يعني بالمناسبة يعني غنى على عدن أكثر من أغنية. وهذا يدل على أن مدينة عدن كان لها وقع وغني خاص في ذاكرة. يا طائرة طيري على بندر عدن. صحيح. وهذا من الأغاني من استمع إلى الأغنية أو بالأصح من شاهد الأغنية في اليوتيوب سيجد التقديم الذي قدمه الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا لأبي بكر عندما غنى هذه الأغنية، وكان في مقتبل الشباب. نعم. يا طائرة طيري على بندر عدن. يا طائرة طيري على بندر عدن، يا طائرة طيري على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن، عالهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة، عالهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة، عالهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة، دي جنة الدنيا حواها كل فن يا طايرة. بندر عدن زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن، عالهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة، عالهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة، عالهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة، دي جنة الدنيا حواها كل فن يا طايرة. وحتى كثير من فنانين الشمال أيضا كانت مدينة عدن مركز جذب لهم يعني، وكلنا نعرف ذلك. بعدها بفترة بسيطة حاول الفنان أبو بكر أن ينطلق من الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي ممثلا بمنطقة الخليج. أيضا لبنان معروف أنها كانت مركز إشعاع فني في مرحلة الستينات والسبعينات. الخمسينات بالذات، الخمسينات إلى أوائل الستينات. كان أبو بكر في لبنان وغنى في لبنان أغاني معروفة صارت مشتهرة. ربما لا نستطيع أن نقول أو عندما تستمع الأغنية تقول هذه أغنية غنى في لبنان، أنا لا يكتب على الأغنية أنه غنى في المنطقة الجغرافية الفلانية، لكن هو يشير إلى ذلك، حتى أنه يشير في بعض القصائد التي كتبها في مثلا تريم مدينته. لعلنا نذكر أغنية فرصام العمر التي كتبها أبو بكر وهي عن تريم، عن مدينته أو مركز مسقط رأسه.
يقول ايش لبنان وايش العاصمه بيروت، يعني كان يقارن تريم ببيروت والعاصمه، يعني كان وين يعني يعكس تجربته وتجربة زيارته لهذه الأماكن مقارنة بمدينة تريم. مدينه تريم اللي هي عاصمه. أيامهم والليالي تمر في أنس، بس ما ودي إلا معاهم وبس، وجوههم مسفرة ما دخلها غلس، يخرج الضيف مما شاهدوا مبهور، وشوقي للغنى أيامهم والليالي تمر في أنس أنس أنس، بس ما ودي إلا معاهم وبس، وجوههم مسفرة ما دخلها غلس، يخرج الضيف مما شاهدوا مبهوت، شوقي إلى الغنى نعم. ثم انتقل الى الخليج، هناك الانطلاقه الحقيقية يعني في الخليج، وصار اسما معروفا على مستوى الساحه العربيه بشكل كبير، بما وفر له البيئه الخليجيه من انتشار كبير. وغنى ابو بكر بلهجات كثيره، لا اقول اللهجه النطقه انما بانواع الاغنيه. لو قلنا على الأغنية اليمنية فكان طبعا الأغنية الحضرمية رقم واحد بلا شك، الحضرمية اللهجية بلا يعني بشكل واضح طبعا. عندما كان في الخليج كان الأغنية الخليجية، وأثر في الأغنية الخليجية وأضاف إليها، لكن وأيضا أضاف الأغنية الصنعانية، لعلنا نذكر أغنية رسول يقوم بلغ لي إشارة، هذه أغنية صنعانية واضحة لكن أبو بكر أجادها. الحال يا الزين وجاب لك إذا جواب بهجارة، وقال لك مرحبا عالراس والعين، وهد لي من منى قلبي أمارة، نكون نعرف بها ما بيننا البين، وإن في عندكم لقلبي عارة، تعيروني فقلبي ما داريت عين. طيب سنأتي إلى يعني الشكل الغنائي للفنان أبو بكر السالم الفقيه وما قدمه من أغاني لعدد من المدارس الغنائية اليمنية، لكن عندما نتحدث عن وجوده في الخليج وربما في فترة من الفترات أيضا أخذ الجنسية السعودية. نعم. ربما في فنانين أستاذ عبد الحفيظ عندما يخرج من وطنه ويرتقي مرتقا لا بأس به نجده ربما يتناسى موطنها الأصلي، لكن فنان أبو بكر رغم وجوده في الخليج لأنه أيضا غنى أغاني صنعانية معروفة، وكان يأتي في مواسم احتفالية معينة للدولة ويغني أغاني يمنية رائعة ما زالت موجودة في الذاكرة إلى الآن، منها أم اليمن هذه النقطة اللي كنت أقولها. أم اليمن هذه أغنية غناها أبو بكر في الخليج، وتتخيل يعني المفارقة، الأغنية تكلم عن اليمن، كلمات طبعا أبو بكر مناسبة يعني. نعم. والأغنية واضحة يعني ماذا تقصد، وغناها في الخليج بعد حصوله على الجنسية السعودية. أبو بكر يعني إنصاف الرجل ظل متفاعلا أو مرتبطا بالوطن الأم، لم ينسى ولن ينسى أنه يمني، وظل معتزا باليمن في أغانيه ويشير دائما إلى ذلك. ولعل يعني أم اليمن هذه واحدة من أيضا أعتقد ظبي اليمن. ظبي اليمن طبعا، ظبي اليمن تمثل أغنية يمنية مميزة لأن اجتمع فيها ثلاثة من العمالقة،
كاتب الكلمات هو الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح، معروف يعني أكيد. شاعر كبير. والملحن هو الفنان الموسيقار الكبير أحمد فتحي. والذي أغناه هو طبعا أستاذنا أبو بكر سالم بالفقيه. ثلاثي قوي ورائع يعني هذه الأغنية بالذات الميزة. وجه السماء موحوش لفتيش مغطى ولا غطي على منكوش ويدي لدانا لعل المستمعون الذين يعشقون أبو بكر يذكرون 84 وأغاني التي أداها في صنعاء، وهي أغاني رسول يقوم بلغ الإشارة. أغنية لاني بنايم ولاني بصاحي وغيرها، وأم اليمن طبعا. طيب ما رأيك أستاذ عبد الحفيظ، يعني كنوع من التنوع في البرنامج أن نستمع إلى أغنية إما ظبي اليمن أو أم اليمن، أيهما تختار؟ أنا دائما أفضل أم اليمن. أم اليمن طبعا بروعتها، بأدائها، برونقها. أم اليمن بما تمثل من مشاعر حقيقية. صحيح. لأن أبا بكر في أغنية أم اليمن يتحدث بلسان كل يمني في الداخل والخارج، فهي أم اليمن هي الأولى نحن نستمع إليها. من يشبهك من يشبهك من يشبهك من يشبهك من يشبهك من يشبهك من انت الحضارة انت المنارة انت الحضارة انت المنارة انت الأصل والفصل والروح والفن من يشبهك من يشبهك من يشبهك من يشبهك من. إذن أم اليمن من الأغاني الجميلة والرائعة والتي تركت بصمة في ذاكرة الكثير من أبناء الشعب اليمني سواء في الشمال أو في الجنوب. ربما عندما نتذكر الأغاني الوطنية الموجودة في الإرشيف الغنائي للفنانين اليمنيين ونتذكر أبو بكر سنتذكر هذه الأغنية مباشرة، يعني أصبحت بصمة واضحة بالنسبة له. طيب الفنان أبو بكر الصالح عبد الحفيظ جاء من مدرسة غنائية كبيرة ومعروفة، مدرسة الغنائية للأغنية الحضرمية، وكان من روادها ربما الفنان الكبير محمد جمعة خان وفنانين آخرين. ربما الفنان أبو بكر عاصر هذا الجيل، لكن هل قدم ما قدموه أم أضاف أم ماذا؟ كيف تشوف أنت تجربته في الأغنية الحضرمية يعني، وبالذات أنه كان مغنيا وكاتبا لها أيضا يعني وباللغة وملحن. نعم وملحنا وباللغة الحضرمية يعني. نعم. بالنسبة للهجة الحضرمية هي لهجته يعني لهجة الرجل. وهي لهجة واضحة على فكرة ومفهومة للمناطق اليمنية الأخرى حتى والإقليم العربي. أبو بكر ميزته أنه لم يغني أغنية للقدامى، يعني أعاد أغنية من الأغاني القديمة، لم يستنسخ أعمالهم يعني. باستثناء يمكن لو قلنا طاب السمر اللي هي مشهورة كانت، فهو غناها، هي معروفة من قبل يعني. نعم. غناها أظن أبو بكر الماس، فهو يعني
يتحاكين الله يسد أحوالهم بالويد آمين يسد أحوالهم بالويد آمين. لكنه لديه أغاني بحكم ارتباطه بالشاعر الكبير أبو بكر حسين المحضار. بشكل ثنائي جميل ورائع. أبو بكر حسين المحضار لديه 3 دواوين شعرية: آهات العشاق، دموع العشاق، ابتسامة العشاق. لما تقرأ ال3 دواوين هذه ستجد أن أغلب القصائد الموجودة غناها أبو بكر. يعني نذكر على عينك وعين الحاسد الواشي معك، هذه من كلمات بشل حبك معي بلقيه زادي، هذه لها وقفة يعني. بشل حبك معي بلقيه زادي من كلمات المحضار غنى أبو بكر. وجاء فنانون آخرون قلدوها كما نعرف: عبد المجيد عبد الله، فؤاد الكبسي، غيرهم، وكلهم قدمها بلهجته بطريقته، لكنها هي حضرمية، فكانت النكهة الحضرمية موجودة فيها لم تتغير يعني. النكهة الحضرمية هي الواضحة وهي الأجمل، فلما تسمع المقلدين غير لما تسمع الأصل يعني. هذه يعني. بشل حبك معي بلقيه زادي، ومرافقي في السفر وبتلذذ بذكرك في بلادي، في مقيدي والسمر وانت عساعات بتذكر ودادي، وقلت ناسي يا ما ناسي ناسي جم مثلك تناس الوداد، في خير انت وانا هنلتقي في ساعة، هنلتقي في ساعة. بشل حبك معي بلقيه زادي، ومرافقي في السفر وبتلذذ بذكرك في بلادي، في مقيدي والسمر وانت عساعات وتذكر ودادي، وقلت ناسي يا ما ناسي جم مثلك تناس الوداد، بخير انت وانا هنلتقي في ساعة، هنلتقي في ساعة. فأبو بكر أضاف على الأغنية الحضرمية النكهة التي ميزته هو بذاته. يعني أول ما تسمع الأغنية طبعا حضرمية نعم، لكن نكهة أبو بكر سالم بالفقيه التي مزج فيها المناطق الجغرافية التي زارها والمناطق الجغرافية التي تأثر بها: لبنان، الخليج، غيرها. كما قلنا أبو بكر لم يكن يعني نقول واقفا أو متحيزا لحضرموت أو للهجة الحضرمية أو للأغنية الحضرمية، لا العكس، غنى الصنعاني وهي صعبة عليه الحضرمي يعني، والأغنية العدنية أيضا يعني العدنية، فهو أبدع في الصنعاني بشكل كبير. لعل الإضافة أضافها أغنية ومغرد. أغلب الذين غنوا ومغرد غنوا بالعود، نعم أغلبهم يعني، لكن أبو بكر غناها بالموسيقى ووضع لها تقاسيم الموسيقية. بدأ بموال كما نعرف، ثم الأغنية حاول أن يهرب من العود، لكن كان طاغي العود في الأغنية كاملة، هو أضاف لمحات الموسيقى، فكان هذه النقلة التي قدمها للأغنية الصنعانية. ومغرد وادي الدور طبعا كلمات علي القاضي علي العنسي في ديوان يحمل العنوان نفسه، وغناها الفنان علي الأنسي. نعم غناها علي الأنسي، لكن طبعا أداء الفنان أبو بكر كان بالموسيقى نعم مميزة موجودة، ممكن يعني ممكن نستمع.
مثلي مفارق لها وطار. بعد هذه الأغنية الجميلة والرائعة والمحفورة في ذاكرتنا جميعا ومغرد بادي الدور، بالفعل يعني رغم اختلاف الآداء بين الفنان علي بن علي الآنسي والفنان أبو بكر سالم بالفقيه، وربما كانت الإمكانيات المتوفرة لدى الفنان أبو بكر خدمته أكثر في هذا الجانب، إلا أن الأغنية جمالها ربما متساوي فيما بين أداء الفنان علي الآنسي وأداء الفنان أبو بكر سالم بالفقيه من حيث الصوت، يعني بعيدا عن الفرقة الموسيقية وما إلى ذلك. يعني على العموم أحبتنا المستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين في الحديث عن سيرة الفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه، لكن الوقت أدركنا في حلقة هذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل لنستكمل الحديث حول هذه السيرة الفنية مع ضيفنا العزيز عبد الحفيظ العمري. حتى ذلكم الحين هذه أجمل التحية من طاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما يعجبك مسكنك داخل الروح، يا راعي بالجبل شويتك نمشوا بالقوام. حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم تاني بحبك، قد كان طبعك هنا وليش غيرته. أنغام يمانية. رحلة بحث فنية في حياة نجوم الأغنية اليمنية. الإعداد والتقديم خالد ناجي الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري.